بص الفيديو ده انا بعمله كده، حتى بصوره دلوقتي من التيك توك. مش هعمل فيه مونتاج ومش هنزل فيه اي حاجه، ولا احط صور لعيبه ولا اي بتاع. انا هتكلم من واحد بيحب الكوره، وبيتكلم من ناس بتحب الكوره وناس بتتابعه وناس شايفه المحتوى. حتى لو شايف المحتوى ده 5 6، انا راضي جدا. منتخب المغرب فاز على نيجيريا، اقوى خط هجوم. وما حسيناش النهارده ان في خط هجوم من نيجيريا، علشان هو منتخب عنده منتخب واتنين وتلاتة ودكة واتنين وتلاتة. ففي حاجة متقالة، وفي جيل مبني، وفي طموح، وفي شعب، وفي تنظيم، وفي بنية تحتية، وفي كل حاجة. في كل حاجة بتقول ان الناس دي لازم تنجح. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. فالناس دي مفيش حاجة اثروا فيها اصلا، علشان ما يتجبرش بخاطرهم. عندهم واحد من حراس المرمى اللي في اخر 10 سنين، انا من وجهة نظري في التوب 10. يعني مش في التوب 5، في التوب 10. التكنيك النهارده اللي صد بيه ضربة الجزاء غريب، غريب بجد. بتاع واحد عنده شخصية. ممكن تكون ضربة الجزاء دي تتسمى باسم بونو، اللي هيصد بعد كده بنفس الطريقة دي نقول له يا بونو. زي ما كده ما في ضربة الجزاء البلانكا دي، خلاص بقت متسمية باسم اللاعب. فانت كمصري ما تقارنش نفسك خالص باللي المغرب عملته وتقوله هي المغرب احسن مني في ايه، عشان احنا بعيد قوي. تعالى بقى نروح لمنتخب مصر. هو سؤال كده بالبلدي، انت كنت متوقع قبل البطولة ما تبدأ نوصل للحتة دي؟ اه او لا؟ لو اجابتك لا، احمد ربنا واشكره على اللي انت وصلت له. لو اجابتك اه، تعال نقعد بقى مع بعض. يا عم اجابتك اه، بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ عندك جيل ايه؟ مين عندك انت مراهن عليه؟ انت حتى اللي مراهن عليه صلاح، وهو في اسوأ فترة ليه. وهو في اسوأ فترة ليه بينافس على هداف بطولة افريقيا. عموما يعني، عشان بس الناس اللي بتقعد تهاجم صلاح وتقول لك صلاح بيلعب بالشوكه والسكينه، يا جماعه صلاح تالت لاعب في تاريخ الكوره بيساهم مع منتخب بلده في 100 هدف. بس ده اللي بيلعب بالشوكه والسكينه. انا مش عارف هو لو كان بيلعب بماتو وسينجا في الملعب كان هيعمل ايه. وده مش كلامي، ده احصائيه. هسيبها لك تحت في الكومنت، عشان انا قلت مش هحط اي حاجه في الفيديو. فيا ريت يا ريت كل الناس، كل الناس اللي بتشجع الكوره في مصر، ما تلومش اي حد موجود في الجيل ده، وما تلومش اي حد موجود في الجهاز الفني ده. لو عايزين تهاجموا هاجموا المسؤولين. لو عايزين تهاجموا هاجموا الانديه في مصر. هاجموا الانديه اللي ما بتطلعش لعيبه محترفه. هاجموا الانديه اللي في زي النادي الاهلي في حمزه عبد الكريم بيطلبوا مبلغ عالي جدا على لعيب ناشئ. وجايب برشلونة يعني بيطلبوا. برشلونة يعني اللي هو يا جماعة في ايه؟ في ايه؟ في ايه يعني؟ في ايه؟ انا اهلاوي. هاجموا النادي زي النادي الاهلي برضو لما راح جاب امام عاشور من الدنمارك. وامام عاشور لقى فلوس احسن من اللي موجوده في الدنمارك، او نفس اللي موجوده في الدنمارك. اتعب نفسي ليه يا عم؟ اتعب نفسي ليه واقرف نفسي ليه واتغرب عن اهلي ليه؟ افرضوا لوائح وقوانين النادي اللي يجيله مبلغ من بره عشان يطلع محترف وهيرفض يطلعه، يدفع المبلغ ده لاتحاد الكوره. اقسم بالله لا يطلعوا اللعيبه. اما طول ما انتوا سايبينها دايره كده بالدماغ، عليه العوض ومنه العوض. هاجموا اللي حاطط الخطه من فوق، هاجموا المسؤول. هاجموا النهارده هنا ابو ريده لما هو ليه يوافي ان منتخب مصر كسبان ومنتخب السنغال كسبان. ليه منتخب مصر هو اللي يغادر ويسافر يروح لمنتخب السنغال؟ ليه؟ طيب، ليه لما يحصل ده منتخب مصر هو اللي سافر وهو اللي يتدرب ايام اقل؟ ليه؟ ليه يا عم؟ وانا راجل قديم، وانا رابع اقوى واحد في اتحاد الكوره في مصر،
وكلام بطيخ، كلام انا كمشجع مصري ما استفدتش منه باي حاجه، ولا الدوره اللي فاتت لما هنا بريده جه، ولا الدوره دي. ويا ريت قرار جمهوري مدرب منتخب مصر وطني، واستثمروا في المدربين المصريين الوطنيين. انا عايز اقول لك على حاجه، نصف النهائي ده في 4 مدربين افارقه، ودي اول مره في البطوله. اكبرهم سنا حسام حسن، اصغرهم سنا اللي كسب حسام حسن مدرب السنغال. فاحنا بعيد قوي يا جماعه، احنا بعيد جدا. واصغرهم سنا ايه؟ فرق 9 سنين، مش سنه مش 2، 9 سنين. طب اللي بعد حسام حسن فرق 5 سنين. ف وطبعا احنا بالنسبه لنا حسام حسن مدرب شاب، مدرب ناشئ، مدرب واعد، ليه تاريخ، هيبقى ليه مستقبل. ده طبعا بالنسبه لنا احنا. فلو انت مشجع بما يرضي الله، بما يرضي الله، خش على صفحة اتحاد الكورة وهاجمها في الكومنتات، واعمل لها احلى كومنت، ونعلي الهاشتاج ده، ونضغط ونضغط ونضغط. احنا ما قدامناش غير كده، احنا كصناع محتوى وانت كجمهور، احنا ما قدامناش غير نضغط على المسؤول ونضغط على الشخص الصح. ما نبقاش زيهم، ما نبقاش بقى كله سمك لبن تمر هندي. انا مش هطول زيادة عن كده، الفيديو ده 7 دقايق، ده فيديو يوتيوب مش فيديو تيك توك. بس انا مش عارف انام. يعني انا اصلا ما غيرتش هدومي من ساعة الماتش اللي كنت بتفرج عليه بره بيتي. جيت اتفرجت على ماتش المغرب هنا وانا قاعد بهدومي، مش عارف انام ومش قادر، وعمال اتفرج على احصائيات واتفرج على اناليسيز واتفرج على حاجات عشان حاجات تبرد نار. مش لاقي، انا مش لاقي. احنا لعبنا ماتش حلو، ولو كنا كسبنا كنا هنقول كده. هحط لك صورة تانية برضو، الفيرود بتاع السنغال، الخريطة الحرارية بتاعته ملوش تحركات جوه منطقة ال 18 بتاعتنا. الفيرود، سترايكر، انت متخيل انت عازلهم قد ايه؟ اما بقى كورة خبطت اتردت، ماني مرجح رجله ووداها، نصيب بقى ورزق وخلاص. وكما تدين تدان، يعني زي ما انت عقدة لكوتوفوار بقالك فوق من سنة 90 ما غلبكش، خلاص انت بقالك 5 سنين ولا 3 سنين السنغال انت مش عارف تغلبها. حس باحساس اخواتنا الكوتوفورية وعادي بقى، خلاص هنعمل ايه؟ قدر الله وما شاء فعل. يعني ده انت احساسك ارحم منهم، يعني على الاقل هي كوتوفوار ورقة وقلم احسن منك وانت بتغلبها، ما بالك بقى انت ورقة وقلم والسنغال. يعني الماتش ده انت تخسره 2 3 4 عادي خالص، عادي خالص. فكويس ان هي ايه جت على قد كده. وماتش التالت والرابع ده الله يعين بقى حسام حسن، من كوتوفوار للسنغال لنيجيريا. انا مش عارف هيعمل ايه، مش عارف هيعرف يطلع تالت ولا لا، ومش عارف هيتكلم مع اللعيبه يقول لها ايه اصلا، ومش عارف هو هيجرب بقى جيل جديد فيخسر بنتيجة كبيرة ويطلع بفضيحة فاحنا نهيج عليه اكتر و... ويروح ملحقش حتى كأس العالم. انا مش عارف، بس كل اللي انا عارفه ان اللي حصل احسن مما كنا نتوقع. سلام عليكم.